تعالوا نشوف عملت ايه النهاردة بالبرطمان البلاستيك ده. اول حاجة نضفته كده لان كان عليه شوية تراب، لان طبعا الحاجات دي بتكون مركونة عندي علشان اعمل بيها افكار، فمش شرط الحاجات دي تكون جديدة يعني، او هو بمعنى اصح على طول ما بتبقاش جديدة. فنضفته بعد كده شلت الورق، والخطوة دي عندي مش ضرورية قوي لان البرطمان بالكامل هغطيه ومش هيبان الجزء ده، فما دققتش قوي وما كملتش ان انا اشيل يعني البلاستيك اللي عليه او الورق اللي عليه. وبعد كده تعالوا نشوف بقى احنا هنستعمل ايه النهاردة. كان عندي حبل الخيش ده. حبل الخيش ده بيتباع بالكيلو على فكرة، فمش غالي خالص، وبيعمل بعمل بيه افكار بكميات كبيرة، وبيطلع الحاجة بصراحة في منتهى الجمال، وانا بحبه جدا في منتهى الروعة يعني في الشغل، بيطلع القطعة مميزة جدا. هبدأ اثبته كده على البرطمان، وطبعا ما بين كل خط والتاني هبدأ احط جزء من الشمع عشان يثبت معايا وما يفكش ويبقى الفينش بتاعه تمام. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اغطي البرطمان. لو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اي فكرة جديدة، وما تنسوش تقولولي طبعا رأيكم في الكومنتات عشان دي اهم حاجة عندي. كملت كده. وفي الجزء الاخير ده هضطر احط شمع كل شوية عشان الحتة اللي هي المدورة دي والجزء اللي نازل لتحت ما يخليش الحبل يعني يبقى مش منتظم، فهحط شمع كده كل شوية، وخاصة الجزء اللي جاي ده. زي ما انتوا شايفين كده الفكرة سهلة خالص وبسيطة، واي حد يقدر يعملها بمنتهى السهولة، والنتيجة بصراحة يعني مرضية جدا وشكلها كان جميل وشيك. هكمل بقى بنفس الطريقة كده. اي اجزاء بقى لقيتها بتفك مني قمت مثبتاها كده بالشمع، والجزء الاخير ده اساسي اساسي ان انا هثبته كله بالشمع كده. تمام. هشيل بقى الجزء اللي انا مش محتاجاه خلاص بالطريقة دي، وهثبت الطرف ده عشان ما يفكش طبعا ويبوظ اللي انا عملته كله. بعد كده ده شريط البونبون كلنا عارفينه، في منه الابيض وفي منه الالوان وفي منه الاسود، بيتباع بالمتر عند المكتبات الكبيرة وعند كمان محلات الخردوات، وسعره يعني رخيص خالص، تقريبا المتر مش عارفة ب2 جنيه ولا حاجة كده يعني، او ب4 جنيه، تهيألي ب4 جنيه. وطبعا الاسعار دي بتختلف من مكان لمكان على حسب احنا بنجيب منين، بس ما بتبقاش اختلاف كبير يعني. وهبدأ اشيل كده خلاص الجزء اللي انا مش محتاجاه، وكده بالنسبة لي الفكرة خلصت. تعالوا نشوف بقى هنستخدمه في ايه. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب اعمل المنظمات دي جدا عشان تلملي ادواتي بدل ما تضيع وكل شوية ادور عليها هي ده فين وده فين، فبتلملي ادواتي وبصراحة بتفيدني جدا. انا استخدمتها هنا كمنظم للادوات، وممكن طبعا استخدمها زي فازة بالشكل ده، وفي الحالتين طلعوا احلى من بعض. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، وما ننساش اللايك والشير، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.